الفيديو ده انا عامله للناس اللي عايز تشترك معايا او عايز تتمرن معايا ومش عارفين النظام بيبقى ماشي ازاي او الدنيا ماشيه ازاي. فالفيديو ده انا هشرح لك النظام اللي احنا ماشيين بيه والدنيا كلها بحيث ان الدنيا تكون واضحه معاك. فعايزك تتفرج على الفيديو للاخر لاني سايب لك هديه في اخر الفيديو، هديه هتعجبك. والهديه اللي انا هتكلم عنها في اخر الفيديو هي مش للجداد بس، حتى للطلبه اللي معايا يقدروا يستفيدوا بالهديه دي. انا مش عايز احرق الهديه من بدايه الفيديو كده، بس يعني لو انت طالب معايا بالفعل فانت تقدر ان انت يعني تزود الرصيد بتاعك زي ما هتفهم دلوقتي في الفيديو، يعني زي ما الناس الجديده هتفهم، يعني تزود الرصيد بتاعك وتستفيد بالهديه، لان الهديه هي مش هتستمر كتير، يعني بالكتير هتبقى لاخر الشهر اللي هو شهر 7 31/7/2025، عشان ما الاقيش واحد السنه الجايه بيكلمني ايه على الموضوع ده. فتعالى بقى نعرف النظامين اللي عندي. اول نظام وهو الدروس المسجله. الدروس المسجله دي اللي هو محاضرات مسجله تقدر تستفيد بيها من خلال الانتساب على اليوتيوب على القناه عندي، او تقدر ان انت، لان في بعض الدول بيكون مقفول عليها الانتساب، وفي مصر مثلا انت لازم تنتسب بكريدت، لازم يكون معاك بطاقه مشتريات. فلا، انا بقدر ان انا اوفر لك ده على الموقع بتاعي. لو انت متعرفش ان احنا لينا موقع فتقدر انت تزور الموقع وتاخد فيه يعني لفه كده، ان شاء الله يعجبك. يعني هتلاقي التجربه الطف كتير، هيبتدي ان ينزل امتحانات على المحاضرات اللي انت اتفرجت عليها، بتقدر ان انت تتواصل معايا، فالموضوع بيكون افضل. ده غير ان انت مش مضطر تدفع اشتراك شهري. ايوه، النظام عندي في الكورسات المسجله ان انت في عندك نظامين. النظام الاولاني هو ان انت بتشتري 12 محاضره، 12 محاضره تخلصهم تشتري غيرهم وهكذا. النظام الثاني وهو اشتراك واحد بتدفعه مره واحده مدى الحياه، تدفعه مره واحده وبتفضل تستفيد بكل المحاضرات المسجله اللي جايه. ده بالنسبه للكورسات المسجله. بالنسبه بقى لللايف، لو انت عايز تقعد معايا بشكل مباشر بقى فيديو كول، اولا كده تجربه اللايف معايا مختلفه عن تجربه اللايف في اي حته. يعني انا بقول لك اهو، ولو في حد بيتفرج عليا دلوقتي هو معايا بالفعل، يا ريت يسيب فيدباك على يعني يحط لي كومنت، يكتب الفيدباك بتاعه ويكتبه بكل صراحه عادي، ما عنديش اي مشكله. يعني يكتب تجربته كانت عامله ازاي في الكورس اللايف. يعني عايز اقول لك ان كل الادوات اللي ممكن تخليك مستمتع بالتجربه وشايف الصوره والصوت والدنيا 10/10 موجوده ورايا. تابلت كتابه موجود وبتبقى شايف الشاشه. يعني انا بستخدم شاشتين ليه؟ الشاشه اللي ورايا دي هي بتكون سبوره بكتب عليها، واي حاجه بتتكتب اي حاجه بتتعرض قدامك على الشاشه انت بتاخدها في نهايه الحصه. الشاشه اللي بالطول دي بيكون معروض عليها النوته وبكون شايفك عليها. مع ده كله في مايك كوندنسر هنا، الصوت بيكون في حته تانية، والكاميرا اللي انت بتشوفني منها 4K. في كاميرتين على فكره تقدر ان انت تشوفني يعني بشكل كده، وزاويه تانية على الكمانجه. ففعليا انت مش هتحس ان انت في فرق ما بين ده وما بين ان انت تحضر في السنتر. يعني انا بشجع دايما على الاونلاين، لان الاونلاين اريح ليك، ان انت مش محتاج ان انت تنزل، خصوصا ان انت عندك تجربه ممتعه اكتر بكتير من ان انت تكون موجود في السنتر. جربها، انت مش هتخسر حاجه. جرب الموضوع بتاع الاونلاين ده، زي ما بقول لك ليك سيشن فري، تقدر ان انت تجرب الحصه. عجبتك نكمل، ما عجبتكش ما خسرتش حاجه، اديني شفتك وتعرفت عليك وقعدنا مع بعض. طب بالنسبه للنظام بقى بتاع الكورس المباشر اللي هو انت هتحضر معايا بشكل مباشر، لو هنتكلم عن الدفع والحصص والكلام اللي زي ده، فانا عامل جدول بالباقات. انا عاملها زي فكره رصيد الموبايل. انت بتختار عدد الحصص المناسب ليك، عدد الحصص اللي انت شايفه قيمه مقابل سعر بالنسبه لك، وبتشحنه في رصيدك. هعمل سيستم انا طبعا لكل الكلام ده. الرصيد ده بيتسجل على اسمك، بيتعمل لك حساب. الرصيد ده انت بتستهلكه زي ما تحب. يعني انت واحد عايز ياخد حصتين في الاسبوع، عايز ياخد حصه كل يوم، عايز ياخد 3 حصص في الاسبوع، براحتك. انا عايز اقول لك في ناس كانت بتاخد معايا، استاذ محمود اللي وحشني بقالي كتير ما شفتوش، كان بياخد معايا مرتين في اليوم. في ناس ما بتعرفش ان هي تتمرن لوحدها فبتقعد معايا، في حد تاني بياخد 3-4 مرات، في حد تاني بياخد كل يوم. الطبيعي ان انت بتاخد مرتين في الاسبوع، ده اللي هو الوضع الطبيعي. 90% من الناس بتعمل كده. موضوع مرن جدا، انت بتختار زي ما بقول لك كده، انت بيبقى عندك رصيد انت بتستهلكه زي ما تحب، عايز تاخد مره مرتين 10 براحتك. بالنسبه للوقت فالموضوع برضو بيكون مرن جدا، انت بتحدد اليوم، بقول لك الساعات المتاحه فيه، تمام شكرا، ونبدا نشتغل على طول. يعني ما اظنش ان النظام ده في حد عامله. فكره ان انت بيبقى ليك حساب وليك رصيد والمرونه دي،
ما اعرفش، لو في حد تاني عامل اللي انا بقول عليه ده قولوا لي، بس يعني دي حاجه من افتكاستي انا. يعني حتى الموقع وفي ابلكيشن كمان هينزل على الموبايل وقصص كده. واحد بيحاول ان هو، طبعا وقتي مشغول شويه، ولكن بحاول في الوقت اللي بكون فاضي فيه حبه ان انا اعمل اضيف بقى الخبرات بتاعتي في سواء في البرمجه او في المونتاج والحاجات اللي زي دي، اضيف بقى ايه يعني للكمانجه اللي هي الحاجه اللي انا بحبها والحاجه اللي انا يعني معظم يومي بقضي فيها. فانا اتمنى ان التجربه بالكامل تعجبك وتقدر انت تجرب مره، زي ما قلت لك مش هتخسر حاجه. جربت عجبك بنكمل، ما عجبكش ما خسرتش حاجه. وبما انك كملت للدقيقه دي، تعال اقول لك بقى الهديه. الجدول اللي انا هبعته لك بتاع الاسعار، انت هتلاقي فيه السعر قبل الخصم والسعر بعد الخصم، اللي هو انت لما بتشترك في باقه، انت الباقه كل ما بتزيد كل ما في نسبه خصم. خد بقى على الخصم ده 30% زياده. بص، هديه من الاخر. انت تقريبا يعني الواحد حاسس ان هو هيخسر في اللي هو، خلي بالك انا بقول يعني انا بقول الهديه دي دلوقتي كده بشكل ارتجالي هو الواحد شكله هيخسر فعلا. فيعني ايه، لو شفت الفيديو ووصلت للنقطة دي، تقدر ان انت تتواصل معايا وتقدر ان انت تستفيد بالخصم على الخصم. ويعني اتمنى ان انت تكون ما وصلتش للحتة دي، عشان البيت ده يا سلطان هيتطربق فوق دماغ اهالينا يا ابو السلاطين. فلو انت وصلت للنقطة دي تواصل معايا وتقدر ان انت تستفيد بالهدية خصم على الخصم يعني. ويا ريت ما يكونش كتير قوي وصلوا للحتة دي، عشان مش عارف بقى الواحد كده هيبقى بيكسب ولا بيخسر. بس يعني دي انا بقالي كتير ما قدمتلكوش هدايا، فدي هديه. ويعني هتبقى الفتره زمنيه محدوده، يعني ممكن على اخر الاسبوع كده ولا اخر الشهر يعني خلاص نلغي العرض ده. فيعني ممكن تلحق تستفيد بيه. هتلاقي كل حاجه ظاهره قدامك على الشاشه، وهتلاقي في الديسكريبشن هتلاقي الموقع، هتلاقي رقم الواتساب، هتلاقي الفيسبوك، هتلاقي كل حاجه تقدر ان انت تتواصل معايا. ولو حتى انت مكسل تعمل كل ده، سيب لي كومنت وهتواصل معاك، مفيش اي مشكله. ما تنساش بقى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وما اظنش ان انت مش عامل ده، يعني ما هو انت طالما بتتفرج على فيديو زي ده يبقى انت حد متابعني وبيشاور عقله كده اذا كان ياخد كورس ولا لا. فيعني اتمنى ان انت تكون عامل ده. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.